رغم حداث نشأتها والمنافسة القوية في السوق الجزائرية والعالمية، تمكنت شركة بيكيت لصناعة شفرات الحلاقة المتواجدة بإقليم بلدية القلتة الزرقاء بدائرة العلمة ولاية سطيف أن تكتسب ثقة المواطن الجزائري بمنتوجها الجزائري ذو المعايير والتقنية الألمانية ذات الجودة والعلامة المعروفة. صوت سطيف زارت جناح الشركة بمعرض سطيف للتصدير في طبعته الرابعة، أين تم عرض مختلف أنواع شفرات الحلاقة التي تنتجها الشركة. للإشارة، شركة بيكيت تغطي نسبة كبيرة من السوق الجزائري، وقامت أيضا بتصدير منتوجها لدول مجاورة، وهي تسعى في المستقبل القريب بفضل مصداقيتها في السوق أن تنوع من منتوجها ليشمل كافة منتوجات شركة بيكيت العالمية. بكره انا في 20 ثابتين، ومع الوقت راح نزيدوا لين ان شاء الله تاع البرودكسيون مع الطلب الكبير تاع المنتج تاعنا في السوق. ان شاء الله راح نزيدوا القوه تاع الانتاج، رانا في 250 الف قطعه يوميا، بربي ان شاء الله نلحقوا مليون قطعه باذن الله في اليوم. معنا ومعكم انتم ان شاء الله نلحقوا الرقم هذا، لانه عندنا مشاكل، ماشي نقولوا مشاكل، لكن منافسه من المنتوجات اللي راح تجي من انا نخلص. دونك احنا راهي النقطه تاعنا بربي ان شاء الله نقول لك كاليتي. ما عندي انا كونفيري لي غروند كونتيتي، لي غروند مارك على المستوى العالمي. يعني مثلا كي نقولوا شركه معروفه في الرازوار نقولوا جيلات، انا البرودوي تاعي نفس هذا الماركه. لي زوطر مارك مانيش نشوف فيهم بطريقه كيما حنا نقولوا انهم منافسين، لكن نخليهم في المنافسه. احنا افضل من اضرب بشرى المنتج الجزائري، افضل منهم من حيث السعر والجوده. دوكا تبقى باذن الله مع الاعاز مع السلطات، ونشوفوا كيفاش هذا واحد من المنتجات تاعنا ان شاء الله، ثلاثيه الشفرات. هذا منتج جزائري 100%. مازالنا غير لالام ان شاء الله، كي الجزائر تصنعنا في لينوكس ونخدموا الجزائر 100%. لالام منتج اوروبي عنده المانيا. وي هذه لا ماتير بريمير اللي نخدموا بها استاذ. كاين الماتير الاوليه اللي يخدموا بها لي كاسك سيكوريتي، اللي يخدموا بها لي سيران. البرودوي تاعنا هيجيان 100%، حتى من لالام الصابون ولا ماتير بريمير. احنا ماذا بينا ان شاء الله نكونوا معكم كفورنيتور للسلطات والادارات المحليه تاعنا. ناخذوا معكم كونفونسيون باش نبيعوا معنا الجمارك حاضرين نبداو معاهم، لانه برودوي نورمالمون يحتاجوا الشعب الجزائري كوموند. انا ماذا بينا ناخذوا معكم، خاصه الاداره نديو على الاقل 20% تاعنا من السوق. نمدوا باكي مش واحد يستاهل. مرحبا بكم يا استاذ. المؤسسة تتواجد بالقلتة الزرقاء مدينة العلمة ولاية سطيف، خاصة بصناعة شفرات الحلاقة نسائية ورجالية. المنشأ حوالي 3 سنوات والإنتاج حوالي مدة عام. ما هي أهم منتجات الشركة؟ شفرات الحلاقة حصريا، من بعد إن شاء الله راح تكون لاقام البيكيت، مواد التجميل. بالنسبة للشفرات الحلاقة، نحن نعرف أن هذه الصناعة هي قديمة جدا وفيها منافسة شديدة. منافسة. التواجد تاعكم في السوق الجزائري، وكيف تلقى المواطن الجزائري هذا المنتوج الجديد؟ بيكيت راهو يفرض في نفسه في السوق المحلي والسوق الخارجي بإذن الله. لماذا؟ للجودة. الجودة عندنا شفرة حلاقة جودة ألمانية بنسبة 95% من مكونات شفرة جيلات. نحن متواجدين في القطر الجزائري 58 ولاية. تم تجربة المنتج نتاعنا، الحمد لله تلقى إعجاب ورواج ما شاء الله، نظرا للنوعية، نوعية وسعر. والله أسعار تنافسية، يعني هذه شهادة يشهد بها كل جميع الزمائل تاعنا وحتى للمواطن البسيط.
عالم التصدير رانا مع هذه الخطوة هذه ورانا حاضرين في هذا المعرض. هذا أول دليل، هذا معرض في طبعته الرابعة للتصدير باش نفتحوا طريق لتصدير شفرة الحلاقة بيكات، ودرنا تجربة تصدير خفيفة بسيطة على مستوى ليبيا وتونس، وإن شاء الله على ربي. الانشغال الأول والأساسي نقصنا من الاستيراد باش نخليو المنتوج المحلي يفرض روحه في السوق المحلي والسوق الخارجي. ماذا بينا احنا نمشيو على برنامج مسيو البريزيدون مسيو تبون انه نقصوا من الواردات ونزيدوا في كافة الصادرات. هذا هدف بيكات بإذن الله ان شاء الله. توفيق، ونشكر السلطات اللي اشرفت على هذا المعرض، يعني كان ناجح في المستوى وفتح لنا ثاني ابواب للتصدير على ربي ان شاء الله.